تخيلي الا قلت لك كاع المشاكل اللي راك كتواجههم سببهم انت. اوكي. بلاتي ما تحكمش عليا دغيا، ما تقولهاش كتخربق هادي. ويت نشرح لك. اوكي، خلينا نتفقوا اولا ان الاحاسيس الخايبه اللي كتحس بها ماشي السبب ديال هذا المشكل بحد ذاته، وانما سببها النظره ديالك لهذا المشكل، والسبب ديالها ايضا دوك المشاعر لي سونتيمون اللي قمعتيهم ما عبرتيش عليهم ديك الساعه. ايوا اي طاقه مقموعه راه كتراكم، ومنين كتراكم سيدتي المشاهد غتبغي تعبر على راسها. هاد المشاعر شخصيتها قويه. واخا قمعتيها هي غتخرج وغادي تعبر على راسها بطريقه واللي هي داك الحريق اللي ما كتعرفوش منين جاك. حتى كينزل عليك الامراض النفسيه، واش منك هي اكتئاب، واش منك هي ثنائي القطب، وزيد عليها الاعاقه اللي كتولي عندك في العلاقات الانسانيه، وزيد. ها يا قلت لك انت السبب في مشاكلك، ما كتسمعش. كانت مقدمتي باش نبدا نشرح لك كتاب السماح بالرحيل، او بالانجليزيه ليتين جو، الكاتب ديفيد هاكوينز. اسمح لي يا عمي ديفيد الا ما نطقتش سميتك هي هذيك. المهم هذا الكتاب هو اللي غادي يحل داكشي اللي بين عليه في المقدمه، المشاكل والنظره ديالنا للمشاكل، ويعاوننا نتهناو من لي سونتيمون اللي مارسنا عليهم القمع والكبت من شحال هادي. من قبل بغيت نعرفك على ديفيد والسيد الكاتب. المهم هو دكتور في الطب والفلسفه، كان طبيب نفسي امريكي، معلم روحي، كاتب، ومن الكتب اللي كتبهم من غير هذا I Reality and Subjectivity and والكتاب ديال Power vs Force، وبزاف ديال الكتب اخرين. وكان باحث في مجال الوعي والروحانيه، تزاد في 3 يونيو 1927 ومات 19 سبتمبر 2011. عرفتي فاش كيكون شي حد غليظ بزاف وداك الغلظه ديالو ديما محنو، يعني مخرجها منه، ما كيقد يوقف كي الناس، ما يقد يجلس كي الناس، حتى كي قول واحد الراس نوطريني وكل ماكله صحيه، وكينقص الوزن ديالو، وكيحس بالراحه. بحال هكاك السماح بالرحيل. انت اللي كتولي مسؤول على مشاعر ديالك، وما كتبقاش تحت رحمه العالم اللي جاي يعصبك، اللي جاي يستفزك. حنا كبشر ابناء ادم عندنا 3 طرق كنتعاملوا بهم مع لي سونتيمون، المشاعر. الاولى هي اننا كنكبتوا هاد المشاعر وكنقمعوها. الثانيه هي اننا كنعبروا عليها، ويمكن نعبروا عليها بشي طريقه اللي خاطئه. الثالثه هي اننا كنهربوا منها وما كنبغيش نواجهوها باننا نبقاو سكروليو في انستغرام بالساعات او اي حاجه اخرى كتلهينا وما كتخليناش بوحدنا في تواجه مع المشاعر. الا سولتك على التوتر غتقول لي التوتر في حياتنا تزاد اكثر من السنوات الماضيه حيت العوامل الخارجيه والى اخره، وكلشي سريع بحال البوراق ياك. ولكن لا، عاوتاني الكاتب كيقول حنا هما السبب والعوامل السريعه، حنا هما السبب والعوامل السريعه الى اخره غير اداه كنحطوا عليها اللوم ديالنا باش ما نحسوش بالذنب. حيت بصراحه داكشي اللي كنحسوا به هو اللي كيلون العالم ديالنا. مثلا واحد مرعوب كيخاف من كل شيء، بالنسبه له العالم هو واحد البلاصه ما فيهاش امان، بلاصه كتخلع. وبالنسبه لواحد كما كنقولوا على القرص كيتعصب من ابسط حاجه، العالم بالنسبه ليه عامر بالغيظ والاحباط. فهمتي؟ يعني داكشي اللي كنحسوا به لداخل كنشوفوه في العالم. عزيزتي، مهما كانت هاد المشاعر اللي كتحس بها دابا، خوف، غضب، احباط، غتخليها تمشي فقط. خليها تمشي في حالها وما تقاومهاش، خليها فقط تمشي، واكتفي بانك تراقبها من بعيد. وكاينه واحد المقوله كتقول كن في هذا العالم ولكن ليس منه. يعني عيش في هذا العالم لكن ما توليش واحد منه، عيش كمراقب فقط، حيت واحد النهار غادي تغادروا وكتولي كتشوف ديك المواقف اللي كانت كتعصبك الى اخره ما كتبقاش كتعصبك. علاش؟ حيت عارف النهايه هو ان هذا العالم غادي يسالي. يعني الموقف راه ما عندوش قيمه، والحوايج اللي تركز فيهم هما دوك المشاعر الزوينه اللي كتخليك طاير في السما وفرحان.
باش هاد الفتره اللي دوزها في هاد العالم تدوزها وانت فرحان هابي هابي. عاطفيه. اوكي، فاش كنمروا بشي موقف صعيب ما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا معاه، بحال خسرتي خدمتك مثلا الى اخره. المهم شي موقف صعيب يعني ازمه عاطفيه. اولا كيفاش غادي تتعامل مع هذا المشكل؟ اولا ما تقمعوش وما تكبتش وما تكبش المشاعر ديالك اللي كتحس بها ديك الساعات. بالعكس، شوف شي صديق تثيق فيه وعاود ليه، عبر ليه احسن من انك تكبته. وي تقدر تعبر ليه بانك تكتبه في شي ورقه. كان يعني الموقف صعيب بزاف لدرجه انك ما عندكش القدره انك تدوي مع شي حد او تواجهه، ما فيها باس تجاهله ديك الفتره. بحال تخرج على برا لشي بلاصه اللي كتعجبك، تفرج في شي فيلم اللي هو عزيز عليك، او لا قرا شي كتاب، يعني حتى تحس براسك ارتاحيتي. من بعد غتسمع داك الشعور و غادي تحليه داك الباب. وتقول له تفضل سير بحالك، يعني ما غتبقاش محتفظ به لداخل، خليه يمشي في حاله. ماشي مهم الطريقه اللي غادي يمشي بها، ما كتهمش. المهم ما تحبسوش انه يمشي، خليه يمشي باي طريقه هو بغى، المهم يمشي. من بعد فكك داكشي اللي طرا في المواقف صغيره، مثلا نقولوا الوظيفه، غنتوحش مكتبي، غنتوحش الناس اللي خدامين معايا، غنتوحش ديك البلاصه اللي كنت دائما كنتغدى فيها الى اخره. صافي، وغادي تخلي هاد المشاعر تمشي بحالها. اوكي، غنتوحش صحابي، راه نقدر ندير صحاب جداد عادي، خلي المشاعر تمشي. غنتوحش ديك البلاصه، يعني تقدر تبان تافهه انك تفرقتيهم دابا على تفرقتيهم يعني، ولكن انك فرقتيهم وكتحاول تسامح مع كل موقف تخليه تمشي بحاله، كيخلي يبان لك داك الازمه صورتها الكبيره كتولي كتبان سهله، لان داك الشيء الصغير هو اللي خلاها تبان بداك ديك الازمه العاطفيه، خلاها تبان بديك الطريقه. المهم كان هذا هو الجزء الاول ديال شرح كتاب السماح بالرحيل. كان هذا هو اول فيديو لي في القناه، و ان شاء الله في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. انا باقا مطوله معكم هنايا. المهم مرحبا بيا بعدهم. في الفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي نكمل الشرح ديال كتاب السماح بالرحيل. وتهلاو اجي لهنا دير معك واحد لايك و سبسكرايب، خصك تدعمني بيان سور. علاش نوا انا نشرح لك كتاب غير هكاك وتاخذ الفائده غير هكاك؟ ما يمكنش. يلا تهلاو في راسكم بزاف و باي باي.